Oke, Lahdi. Oke, Lahdi. Allah dukala tanang. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bisa mengikuti acara tadarus Mandeh Minang Mancanegara dan radio RGM. Dan selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Langsung saja kita mulai tilawahnya dengan Al-Quran Al-Fatihah. Nanti lanjut baca halaman 82 Muslimah. Pembaca pertama Nina Ermina, yang kedua Nilda, yang ketiga Asma Fetri, yang keempat Ibu Yasmida. Silakan Nina, mulai dari Al-Fatihah. Ya, Mak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وما استمتعتم به منكم فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن يرد الله أن ينكح المؤمنات أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف المحصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أوتن فإذا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك خير لكم والله
سننيكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ولا تقتلوا أنفسكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما كنتم عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا ما جعل الله لله والرسول والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله على كل شيء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصلاة قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وجار القربى والصاحب بالجنب وبالسبيل وما ملكت أيمانكم إن الله يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولا يكن الشيطان له ظهيرا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. قل لأمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوصل الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديدا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون ضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الله محمد القرآن وجهنا ورحمة الله والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من كانوا يعرفون الكلب عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ولا بين بألسنتهم وطاعا بكثير. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا خير لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب النار مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أولئك الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقول للذين كفروا هؤلاء أهدى الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين عاهدوا الله ومن يلعن الله فلن تجد له أم لكم نصيب من الملك فإذا لم يؤتون سخيرا. أم يحسدون الناس
الناس على ما Ulang lagi dari النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن وإن أصابكم
مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم فإن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا الذين يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم ادخلوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أيها يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فأرسلنا الناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون رجل فرسول من عندك بيت طائفة منهم غير الذين قولوا والله يكتب بينهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم فلو ردوه إلى الرسول وإلى أهل الأمر الذين يتبعونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقاتلوا في سبيل الله
لا وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأكثر تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة فيكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له منها وكان الله إذا كنت بيتا وإذا من بين عين Allah kan sampai hari ini tidak boleh awal lagi Dina Nilda Marketi sama Kak Ibu الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وأدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوا حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم وإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما أوتوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم فيلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Tunggu kakak SD kakak ini makan kajar dulu yang kacau. Nah, jadi kami. Terima kasih, فما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة
وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مغاغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كنتم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب يحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وكان الله بما يعملون محيطا جادلهم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يلبسه ثم فيستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل
طغيانا بعيدا. Keluar. Keluar dan ibu lagi yang dulu lagi. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Minumnya pakai karambia muda. Jika indah karena cinta, tentu hatiku kata luko. Kai bakai rotan sago, pilin bapilin akabaha. Siapalah diri ambonanku, hanyalah orang indah bapunya. Apa daya? Ha? Dek gara-gara cewek, amuang model kau. Ampe na model itu mah bisa mencari yang mah. Iya. Buang saja semua kata cinta, buang saja semua kata maafku, hancur sudah hati ini padamu, hancur sudah hasrat ini bersamamu. Pernahkah kau merasa hatimu apa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau merasa di kala siang rata tergelap pelita dan ada cahaya hanya gelap di dalam gelap, tak ada lagi suku, tak ada rasa. Pernahkah kau merasa di saat Ya, bismillahirrahmanirrahim. yang terlalu mengganggu, kau tetap terlelap dalam tidurmu. Maafkan aku sayangku, bukan maksudku menyakitimu, mengkhianatimu. Ampuni aku sayangku, jujur ku tak tahu katakan lagi mencintaimu. Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa hatimu apa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Ya oh sekali merasa tidak merasa. Ya oh sekali watai fitilah habila bibara merasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore
waktu Riyadh Saudi Arabia, dan selamat malam untuk wilayah Indonesia tentunya. Dan juga selamat pagi, tengah hari atau dini hari bahkan ya, apapun kondisi Anda, Dusana Rana dan Rantau, kembali Radio Gebu Minang hadir ke ruang dengar Dusana. Dan kali ini tentunya masih bersama Dusana Siar Sadonyo Mela ya, dari Riyadh Saudi Arabia. Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi sebelum Mela masuk, sudah ada performance ya yang menjadi pembuka kita, dan tentu saja yang seperti kami beritahukan melalui flyer dan juga media sosial lainnya, bahwa pertemuan kali ini di hari Sabtu 21 Oktober 2023 ya. Saya sedikit groginya tuh karena bahagia, dan kalau melihat video tadi dan video-video lainnya yang dari Darak Badara ini nggak puas cuma sekali ditonton. Nah, bagaimana dengan Dusana? Tentu sepakat ya, karena ada sesuatu yang menggetarkan. Nah, untuk itu Radio Gebu Minang hadir kali ini mau tahu tak eksklusifnya bersama grup Darak Badarak, yakni tentu saja di programnya kita, andalan kita, program para penjaga budaya Minangkabau, dan kali ini dari Pariaman, di mana edisi perdana kemarin ya minggu lalu menghadirkan Mandeir Jawahir ya dengan sanggar budayanya Bijo. Nah, kali ini bukan personal tetapi grup, yang mana grup ini menjadi pemenang dan menjadi kebanggaan Sumatera Barat, khususnya daerah Pariaman. Ya, Darak Badara yang dikaptenkan oleh seorang pemuda ya, pemuda tangguh kalau bisa saya katakan demikian, karena kalau kita mengikuti ceritanya, Masya Allah memang perjalanan panjang dan juga perjuangan yang cukup perlu diperhitungkan ya, seperti itu. Ya, ini udah ribut. Nah, ya kalau dikenalnya tuh udah ribut aja ya, tapi nama lengkap beliau ternyata lumayan panjang dan unik, Ribut Anton Sujarwo, yang kali ini sudah hadir dan Masya Allah disempat-sempatkan untuk bisa mawata lama bersama kita di tengah kegiatan ataupun performance mereka di Pasaman. Nah, kita hadirkan dan kita sapa terlebih dahulu yang sudah ada di studionya ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ribut dan Darak Badara. Salam Kak. Iya, ya sehat ya. Udah ribut ya. Ini mungkin kita Alhamdulillah sehat, agak Kak. sedikit delay ya. Sehat ya. Karena kita memang Masya Allah nih, 3 tempat ini udah ribut. Saya di Riyadh, ada operator kita udah Aspi di Surabaya, dan udah ribut sendiri di ini ya, di Pasaman ya saat ini ya, dan persiapan juga nanti mau performance. Ya, udah ribut. Sebelumnya saya tidak ada kata terlambat ya, ingin mengucapkan selamat nih secara pribadi nih, dan juga Radio Gebu Minang menang ya, runner up ya, walaupun runner up tetapi